من صوت الغد أجمل تحية لمستمعينا. من قلب المعاناة يولد الأمل، ومن بين ركام الألم يخرج صوت بيحمل رسالة فرح وسلام. فنان فلسطيني الأصل من زيتا بالضفة الغربية، من مواليد دولة الكويت، تابع دراسته في الأردن، يعيش حاليا بأستراليا، لكنه بيحمل وطنه بقلبه، ومع كل نغمة من صوته أثبت أنه الشغف لا يعرف عمرا، وأنه الأحلام لا تغيب مع التقدم بالعمر، وأنه الصوت الصادق بيبقى شاب مهما مرت السنوات. بصوته وتجربته الغنية بالحياة خطف القلوب وأبهر لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء، ليحصد عن جدارة لقب نجم الجمهور بنجم النجوم للعام 2025. صوت أراد أنه يكون رسالة لكل من يدمع كل يوم بسبب الحرب، صوت يعيد البسمة ويزرع الأمل. بإحساسه وأدائه بنجم النجوم للعام 2025 فاز، واليوم ضيفي باستوديوهاتنا الفنان أحمد الشيخ. تحية كتير كبيرة لك وتهانينا الكبيرة. شكرا كتير لكم، شكرا على الاستضافة، شكرا للكل، للجميع اللي ساندوني، الجميع اللي دعموني لنيل هذا اللقب. شكرا كتير. أحمد الشيخ، شو شعورك بهالجائزة هيدي؟ كنت حاسس أنه بدك تربح؟ والله ست سوزان، شوفي، يعني هو الموضوع مش إنه موضوع إنه أنا كان إنه بدي أجي أخذ اللقب. يعني جميع المشاركين اللي كانوا موجودين كانوا على مستوى، ولكن أنا قصتي شوي مختلفة. يعني خلينا نقول كان همي الوحيد إني أشوف الناس اللي موجود، يعني إني أنا أطلع على الستيج وأخلي الناس اللي موجودة تكون مبسوطة. بعد هيك شو بيجيب ربنا، يا أهلا وسهلا. رح أطلب منك بطاقة تعريف، بس في سر كشفته لإلي قبل شوي بيتعلق بورقة $100. اي والله. نيمت حدك وكان عمرك 8 سنين وما كنت تقبل أبدا أنه تعطيها للولد. يعني وبما أنك دخلت مجال معك ماجستير بالعلوم المالية والمصرفية، فهل $100 كمان أثرت؟ يعني من وقتها عارف وين بدك تروح ودخلت هيدا؟ لغاية هلا طبعا ما بعرف وين راحت. أكيد سرقوها، ما بعرف وين راحت. المهم يعني هو إحنا كنا كل سنة بالكويت لما كنا مقيمين في الكويت ننزل على فلسطين بالإجازة المدرسية. ففي مرة من المرات واحد من أقاربي قال لي، أخذني من إيدي، أنا كان عمري شيء 19 سنين، يعني إنه كان في حفلة عرس. طبعا أنت بتعرفي بالقرية بيكون لما بيكون في حفلة عرس كل القرية بتكون موجودة. فأخذني وقدمني للمطرب وقال لي بدي إياه يغني. فالمهم حطوا لي كرسي صغير، بتعرفي 8 سنين كان عمري، وطلعت على هالكرسي. غنيت أول غنية اللي هي مريم مريمتي، والتاني كانت طلب مني المطرب أغني أغنية تانية، شاف الجمهور تفاعل معاي وشي، وغنينا يا جارتنا الكل رقة. طبعا بعديها المطرب شال $100 من جيبته وعلق لي إياها. وبقول لك بأمانة، يعني الطلب من كان معاي، اللي كان معي هو خالي، هلا هو بدار الحق الله يرحمه. الله يرحمه. طلب منه، قال له خليه معي، أنا مستعد أخليه معي ويصير نجم. هذا ولد عمره 8 سنين 9 سنين عم بمسك وزن، عرفتي كيف؟ فطبعا الوالدة أنت بتعرفي شو وين بدها تخليني يعني. فروحت على البيت، جدي بقول لي هات $100 أخبي لك إياها. أنا أول $100 هاي بمسكها، يعني وين بدك تاخذها؟ كنت فاهم شو معناتها $100؟ ما بعرف، يعني خلص، يعني إنه حسيت إنه هم أعطوني شيء مقابل شيء واو أنا عملته. بهديك الليلة $100 نامت بحضني، وعيت الصبح ما لقيتها؟ لا كانت موجودة. كانت موجودة. فيس احيانا الانسان بيصير معاه كتير يعني طرائف بحياته. طبعا. اتنقلت، يعني انت مهاجر منذ ان ولدت. اول شيء من مواليد الكويت،
من بعد الكويت ذهبت إلى الأردن لمتابعة دراستك، من ثم ذهبت للعمل في فلسطين ورجعت على الأردن ومن ثم إلى أستراليا. نعم. فجولة عملتها. والله جولة، بس شوفي خبرة كويسة. وهذا الشيء بنمي فيك شعور الوطنية، شعور انتمائك للأرض. لأن إذا بتشوفي دايما إحنا اللي بنكون عايشين بالمهجر بيكون عندنا حب أو اشتياق لأهلنا، لناسنا، للأرض. فممكن هذا الشيء صقل موهبتي بإني أنا يعني خلينا نقول الطريق اللي أنا ماشي فيه باللون اللي أنا بغنيه ممكن أكون شوي مميز عن الناس اللي عايشين بالوطن. يس، وهاي هي الحياة يعني بالنهاية. طبعا بحياتك عدة محطات مهمة، منها بأستراليا، وبعد طبعا سنوات طويلة قررت أنك تنضم إلى حكايات وطن. نعم. ومن خلالهم يمكن رجع الحلم من أول وجديد يتأجج. ست سوزان، أنا طبعا من خلال برنامجكم بوجه كلمة شكر لفرقة حكايات وطن، الأستاذ مصطفى الزقزوق، اللي هم كانوا فرصة بالنسبة لي إني أنا أنضم لهم. كان في معي عمل معاهم لاسير اللي هي غزة بريس، صحفيو غزة. والسنة إن شاء الله عنا عمل ضخم، تقريبا صلنا شي سنة عم نجهز له، عمل مسرحي باسم جفرة بلس. راح يكون معنا نجم الحفل الفنان محبوب العربي محمد عساف. طبعا راح يكون ب 24/1 بالاي سي سي بسيدني. طبعا هالحدث المهم نحن على موعد معه ب 24/1، وهيدي مفاجأة كتير حلوة لمستمعينا اللي بيحبوه لمحمد عساف. أنا بوجه تحية من خلال طبعاً برنامجكم لحبيبنا فنان العربي محمد عساف، يكون موجود معكم إن شاء الله بالبرنامج. طال الانتظار لزيارته أكيد إلى أستراليا. حكايات وطن مجموعة من الشبيبة بالجالية العربية عم بتقدموا دايما أعمال جديدة. انخرطت معهم واليوم حققت الفوز. شو قالوا لك؟ كان في كنافة شفت ودبكة حلو كتير. انبسطوا، حرام انبسطوا كتير والله. وكان أنا انبساطي لهم. يعني قلت لهم النجاح لما بيكون لشخص غير لما بيكون لمجموعة، بكل أمانة. يعني أنت لما بتحسي إنه أنت أخذت اللقب أنت انبسطتي، يس، بس أنت لما بتحسي إنه معاك 20-30 شخص انبسطوا، فما بتعرفي الفرحة أكبر. ماذا بالنسبة للعائلة؟ العائلة هذا العود اللي معي كيف ردة فعلهم؟ لا، ما أنا بدي أقول لك شيء. هلا هذا العود اللي معي اللي أهدتني إياه زوجتي، تحية له. بأول عيد ميلاد لإلي كان معها، وطبعا هي الداعم الأول لإلي. أولادي نفس الشيء من وقت ما انضميت لفرقة. قد ايه أعمارهم أولادك؟ أنا عندي جود وليان وعمر، الله يخلي لك إياهم، 16 و14 و7 سنين. الله يخليهم. تخيلي يعني أولادي. طبعا إحنا سجلنا أعمال كتيرة بالنسبة للعمل اللي راح نعمله هلا. بطلوا يسمعوا غير الشيء الفلسطيني، الشيء اللي أنا بغنيه. عمره 7 سنين، اشتريت له طبلة، اشتريت له شو اسمه، مقردنا بالبيت مش شوي، طالع للوالد. يس أكيد. فهذا الشيء حلو يعني لما بشوفهم مبسوطين عم بغنوا لون بلادنا، شيء كتير حلو. يعني ما بقول لك ما دعيت للفخر، ما دعيت للفخر. أحمد الشيخ، يعني بكتير من الأحيان بمسابقات الغناء معظم المشتركين بتكون أعمارهم 18 20 22، بيكونوا بأول عمرهم. تحدي كتير كبير بالنسبة لك أنك تشارك بهالمسابقة. وأنت تخطيت اجتزت 50 من العمر. مزبوط. لماذا تأخرت هالقد؟ شوفي هلا ممكن لأنه زي ما أنت قلتي أنا تنقلت من أكثر من بلد، وأحيانا المسؤولية اللي بتكون موجودة على ظهرك بتكون شوي صعبة. يعني خصوصا هلا لما أنا رجعت على أستراليا بدك تدرسي بدك تشتغلي. لوقت ما رجعت كمان أنا وعائلتي، ففي التزامات كبيرة، فأحيانا بيكون صعب إنك تمارسي هوايتك وبنفس الوقت تشتغلي وتاخدي بالك من العائلة والبيت. فممكن هذا الشيء شوي كان صعب، خصوصا لما يكونوا يعني عندك 3 أولاد ويكونوا صغار بالعمر، فبدهم يعني بدهم رعاية، عرفتي علي كيف؟
بس الحمد لله أنا ما يعني it's never late. It's never late. يعني العمر هو مجرد رقم. بدك تسمعنا شيء على العود؟ سمعكم شيء من اللي قلناه بالفاينل. صح عارف أقول لأنه جفرة وهي الرابع منه اللي رمى الله، غابت علينا الشمس يا مهرتي يا الله، وإن كان ما في وراء لاكتب على الجرة، وإن كان ما في حبر هلني يا عيني. نقول كمان؟ قول. جفرة وهي الرابع يا جروحي للطيب مدامك عن هالوطن يا روحي غريب، وحياة مهدي المسيح والأقصى الحبيب لارجع عتراب الوطن وحني ايدي. الله كتير حبيت، يعطيك ألف عافية. On the night ليلة الجمعة كنت كتير قلقان لأنك أول واحد رح تغني. صعبة فعلا صعبة. يعني أنت الجمهور اللي موجود وجيت عم تشتكي لي عم تقلي ليش أنا أول شخص. منا سهلة يعني منا سهلة بس الحمد بس لله كنت يعني تجاوزنا قد الحملة. يس شو قلت لك؟ قلتي لي إياها وقلتي لي راح تقدم شيء حلو والحمد لله. والحمد لله ملكنا المسرح وشوفي. وشو قلت لك كمان غير هيك؟ قلت لك رح تخلص وصلتك وخلصت. رانيا قالت ترتاح. لي نصيحة، قالت لي بدك تكون متفاعل مع الجمهور، فأنا من خلال البرنامج بقول أنا سمعت بنصيحتها وإن شاء الله كنا قد النصيحة. قد النصيحة هو أهم شيء التفاعل مع الجمهور، وليلتها تفاعلك كان ممتاز. تفاعلت بشكل رائع مع الجمهور وأديت حلو، وتهانينا مجددا لك. هلأ مرحلة من اليوم وصاعدا رح تكون مدروسة. ما الذي ستفعله بعد الفوز بهذا اللقب نجم النجوم للعام 2025؟ مع تحية كتير كبيرة للقيمين على هذه المسابقة، طبعا المؤسسة الإعلامية للشرق الأوسط بأستراليا بشخص مديرة وصحبها الأستاذ ولي وهبي، وأكيد المنظمين جميعا، مع حفظ الألقاب للجميع. شو بدك تعمل بعد هذا اللقب؟ شوفي، أول شيء طبعا أنا بشكر اللجنة اللي كانوا موجودين، الأستاذ جورج، الأستاذ بشار، الأستاذ رانيا، حضرتك. طبعا بكل أمانة ما قصرتوا معنا بالنصائح اللي أعطيتوني إياها، بالتدريبات اللي كانت موجودة، يعني هذا الشيء كله ساعدنا. عرفت علي كيف؟ هلا بالنسبة للخطوة الجاي إن شاء الله عم نستنى بالنسبة للغنية اللي راح نسجلها مع الأستاذ جورج، وأنا بكل أمان يعني بلشت باتصالاتي مع كتاب من الأردن من فلسطين. إن شاء الله يعني راح يكون في شيء بمستوى مع الأستاذ جورج إن شاء الله. بدك تقدم الفن الفلسطيني؟ لا شوفي، هلا ما في إشي اسمه فن فلسطيني، خلينا نكون صريحين. هلا هو تراث بلاد الشام. يعني خلينا نقول الزجل تغنى بلبنان، تغنى بسوريا، تغنى بالأردن، بس بنكهة فلسطينية. أيوة، اللهجة أو اللكنة هي المختلفة. يعني إذا بتشوفي بلبنان في أكثر من لهجة طبعا. الدلعونة تغنت نفس الشيء بلبنان وبسوريا بش اسمه. بس هلأ أنا ممكن بقول التراث أو الإرث
الخاص ببلاد الشام باللكنة أو باللهجة الفلسطينية. بدي أسمعك شيء هلأ أنا من الزجل الفلسطيني. يلا. أنا بدي غني بفنوني بفيات الزيتوني، هاي بلادي المزيوني مصيوني بعين الرحمن، يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي، لصوت الغد ماني ناسي، انتو تاج عراسي، انتو والله الأساسي طول العمر والزمان، يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. Thank you so much أحمد الشيخ. أحمد، كيف بتحافظ على صوتك وشو كان أكبر تحدي لك خلال المسابقة؟ يعني كنا عم نصر دايما على مسألة التدريب، بس كيف بتدرب نفسك اليوم؟ والله شوفي، هلا أنا بسبب انقطاعي عن الفن، أو أنا بنفس الوقت كنت مدخن شرس، فرجعت يعني الحمد لله تركت التدخين. هلا التدريبات أقول لك إياها، يعني في صديق لإلي لز بشب بشكره برضو من خلال برنامجكم، لما شافني بلشت أرجع وبدي أغني عمل لي استوديو صغير عندي بالبيت، هو اشترى لي الميكسر وجاب لي السبيكرز، ومن وقتها بلشت كل يوم والتاني أحاول أرجع أتدرب. وبتعرفي كوني أنا بعزف عود وخلينا نقول عندي اطلاع بالمقامات الموسيقية يعني فنيا أو أكاديميا نوعا ما عندي شيء، فممكن هذه الأمور تكون مساعدة لإلي بإني إن شاء الله أرجع ونقدم شيء حلو إن شاء الله. شو هي الأغنية اللي بتمثلك، اللي كل ما بتسمعها بتقول هالأغنية صنعت لي أو انكتبت لإلي أو تلحنت لإلي؟ شوفي، أي شيء بالتراث أنا بحبه، أي شيء بخص الأرض أنا بحبه. يعني بحب، يعني أقول شو بحب الشيء اللي بيكون قريب منا، بيكون من الطبيعة، له علاقة بالأرض. عرفتي كيف؟ الدلعونة بعشقها كتير، فما في غنية معينة. بس شوفي هلا أنا من الناس اللي بسمع، يعني بسمع لعبد الوهاب، بسمع لأم كلثوم، بس هلا ممكن أنا الشيء اللي بتقنه هو اللون الجبلي، أو الشيء اللي خلينا نقول الجبلي، بدناش نفوت بتفاصيل أكثر. رح نتابع نحن وياك. إذا طلبت منك إنك توصف لي فلسطين بكلمة، الأردن بكلمة، الكويت بكلمة، وأستراليا بكلمة، شو بتقول؟ فلسطين هي الروح. الكويت على العين والراس. أستراليا هي كل شيء. الأردن يعني ما بدي أقول، بس الأردن برضو تقدر تقولي برضو هي الروح وهي القلب. حلو. لأنه شوفي، يعني بالأردن أنا كان لي ذكريات كتير كويسة، والأردن بلد ما قصر معانا نهائيا، فبكن لهم كل الحب والاحترام. بنهاية هذا اللقاء بدنا نسمع شيء منك. يلا بدنا نغني. يا بنت بلادي وارفع الراس، واحكي حكايتنا لكل الناس، شعبي ما همه كتر المآسي، والغالي يرخص لفلسطين، احنا لكل بلادي غنينا، الأصالي طلعت من أغانينا، جفرة بالدبكي مسكت ايدينا، واحنا غنينا على دلعونا، على دلعونا وعلى دلعونا، فلسطين بلادي
وأمي الحنونة. بنتمنى لك مسيرة موفقة بمجال شكرا. الغناء، مثل ما نجحت بعالم البزنس، لأنه أنت بريتيل بزنس، مثل ما حققت نجاح بحياتك في العموم، كذلك تنجح بالمجال الفني. ما بعرف وين رح تكون بعد 5 سنين أو 10 سنين من اليوم، بس في شيء ببالك، في حلم معين بعد 10 سنين؟ ما بتشوف نفسك بعد 10 سنين؟ راح طبعا باستراليا، مش طالع من استراليا يعني، خلص قاعدين هون ان شاء الله. يس راح يكون في اعمال كتير ان شاء الله، وبأمل يعني انه يكون شيء على مستوى وينال اعجاب جميع الجاليات. يعني ما راح يكون الشغل اونلي للجالية الفلسطينية، لا بالعكس، الشغل راح يكون كله لكل الجاليات العربية اللي موجودة بأستراليا. تهانينا لك، ومجددا من حي نجم النجوم للعام 2025. بنتمنى لكم جميعا التوفيق، وأهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. أحبائي، كنا بلقاء مباشر مع الفائز عن فئة نجم الجمهور بنجم النجوم للعام 2025 أحمد الشيخ. نتوقف للحظات، من بعدها بنرجع منتابع مع بقية فقرات